احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وصحه ملك يا رب. وصول البطاقه الدوليه لعمر فرج. عمر فرج لاعب راس حربه نادي الزمالك الجديد، اللاعب الفلسطيني. اللاعب عمر فرج دنيته الصفقه بتاعته دارت على ايه؟ دارت ان نادي الزمالك اشترى اللاعب بمليون دولار من النادي. تاني حاجه، نسبه البيع موجوده في عقد اللاعب هي 15%. يعني اما نيجي نبيع اللاعب مثلا بعد سنه ولا اتنين، ونادي النسبه بتاعته هتكون نسبه للنادي هياخد يحصل منها من الصفقه، النادي بتاعه القديم هتكون 15%. ده عن صفقه عمر فرج. طيب الصفقه الثانيه هي محمود جهاد. نادي فاركو حدد السعر لبيع محمود نهائي بشكل نهائي هو 25 مليون جنيه. نادي الزمالك اقترب ان هو يحسم الصفقه ب 20 مليون جنيه ويشتري اللاعب بشكل نهائي. طيب الصفقه الثالثه هو احمد حسام. احمد حسام لاعب مدافع نادي جونه، لاعب عنده 22 سنه. نادي الزمالك طلب التعاقد معاه، نادي جونه معاه ما عندوش اي مشاكل والموافق، بس لسه هحدد السعر. ادوني فتره احدد فيها السعر واقول لكم على السعر وتشتروا اللاعب بشكل نهائي. فيعتبر محمود جهاد قريب عن نادي الزمالك، واحمد